ما تحطش رجلك على سلمة رقم 5 لما تكون عايز تطلع السلم، انت بتبدأ بأول سلمة. من أكبر الأخطاء اللي بنعملها هي عدم التدرج. أنا عايزة أخس فهقلل أكلي وهلعب رياضة، ومع أول تمرينة بقعد عليها أسبوعين ما بتحركش من مكاني. يعني أنا عايزة أنتقل من شيء لشيء بدون السلم التدريجي. التدرج الفكرة فيه الصبر، علشان يتمكن المعنى الأول من قلبك وعقلك. أي حاجة بتحتاج تعملها بتحتاج صبر. عايز تخس، عايز تبقى شخص هادي، عايز تبقى شخص مهتم بشيء معين، كل ده بيحتاج منك صبر. التدرج في أي شيء يخليك تعمل حاجات أنت لا تتخيلها، لكن لو بدأت مستعجل وعايز إنجازات من أول مرة للأسف مش هتحصل أي حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني المستعجل ده ما بيوصلش للمكان اللي هو عايزه، وبيبقى تعب الدابة بتاعته اللي هو راكبها. أحيانا الدخول بعمق شديد بدون تدرج للأسف بتلاقي نفسك انتكست بعدها. القرآن أول لما نزل مكي بدون أوامر ونواهي، كله كان تربية عقائدية وقصص للأولين علشان القلوب تتربى وتقوى. وبعد كده نزل في المدينة الأوامر والنواهي. صيام رمضان في البداية كان ممكن تدفع فدية وما تصومش، وبعد كده فرض. ابن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان بيقول لوالده لما لا تطبق الأمور كلها، والله إني لا أخاف أن تغلي القدور بي وبك في الحق. فرد عليه وقال له يا بني إن الله قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيتركون جملة واحدة. طيب سؤال، هل التدرج ده في أي حاجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني التدرج ده في النوافل في الطاعات، بس مش في ترك محرمات ولا إقامة فرائض. يعني ما ينفعش في صيام رمضان أقول أنا هاخدها تدريجي، أو في الخمس صلوات أقول إن أنا هبدأ بصلاة الظهر أو العصر بس. أنا عايزة أبدأ أصلي نوافل، أبدأ بالسنة بتاعة الظهر، هبدأ صيام 2 بس وبعد كده لغاية ما أتعود وأصوم 2 وخميس. في النهاية راجع نفسك وشوف هل أنا بطبق مبدأ التدرج ده مع نفسي ومع المسؤولين مني، ولا أنا دايما مستعجل وبس كده. أعيننا الله وإياكم.